أحب أن أوجه بعض الإرشادات والنصائح لطلاب القطر بصورة عامة. على كل طالب أو طالبة يوشكون على الاشتراك بالامتحان وأن يمتحنون مادة الفيزياء، المفروض عليه بعض الأمور. إذا يريد يضبط درجة ممتازة وجيدة بالفيزياء أرجو أن يلتزم بهذه النصائح. بداية على كل طالب أو طالبة راح يمتحن بالفيزياء، أولا لازم يضبط أسئلة الفصل، الأسئلة الكلامية اللي في نهاية كل فصل، ثم يحاول أن يتمرن على الأمثلة المحلولة ومسائل الفصل. أنت خلي يكون عندك يقين أنه الفصول الثلاث الأولى على الأغلب عندك في كل فصل من هذه الفصول مسألة رياضية، واللي دا ألاحظه من خلال الرسائل اللي تردني على الفيسبوك أو قناتي على اليوتيوب، ألاحظ أنه دائما الطلاب يشكون من المسائل الرياضية. فنصيحتي في هذا المجال أو بهذا الاتجاه أنه خلينا نقول تحاول تتمرن على الأمثلة والمسائل، لكن قبلها لازم تضبط الملاحظات، لأنه المسائل بقوانين فقط ما نقدر نحل إذا ما عندنا ملاحظات. وهذا الكلام يخص كل فصل من الفصول اللي داخله بالامتحان. يعني مثلا لو نجي للفصل الأول المتسعات، لو تجمع قوانين الفصل كلها بحدود 10 أو 12 قانون، لكن هذه 10 أو 12 قانون لا تكفي لحل المسائل بدون ذكر ملاحظات أو حفظ ملاحظات. إذا كانت متسعة متصلة بالمصدر أو مفصولة عن المصدر، إدخال مادة عازلة، والسؤال أعطاني ثابت العزل، أو مرة ثانية يجيني كما في سؤال رقم 3 أو سؤال رقم 4 عفوا في المسائل، يقول مثلا عندي متسعتين مربوطات توالي أو توازي وأدخل عازل بين إحداهما وثابت العزل مجهول. يختلف عما إذا كان متسعتين توالي أو توازي وناطيني ثابت العزل، ويطلب بعض المطالب قبل إدخال العزل. وكذلك الملاحظات كثيرة بالنسبة لهذا الفصل ولكل فصل. أول شيء على الطالب إذا تقبل نصيحتي أنه لازم تحدد هذا السؤال اللي بين إيدك وتحاول تحله، أن تحدد ينتمي إلى أي نوع من المسائل. يعني مثلا نجي للفصل الثاني، احنا عندنا ما يقارب يعني تقريبا 6 مواضيع: سلك أو ساق أو موصل يتحرك في المجال المغناطيسي، وعندنا حلقة موضع في مجال مغناطيسي اللي هو موضوع الفريض، وعندنا ملف فاراداي، وعندنا ملف الحث الذاتي، ومن ثم المحرك الكهربائي بالنسبة للفرع التطبيقي اللي انحذف هذا الموضوع بالنسبة للفرع الأحيائي، وآخرا الحث المتبادل. لازم أول شيء قبل ما تحل لازم يكون همك الوحيد بالبداية كأساس أن تحدد هذا السؤال ينتمي إلى أيانا. لو نجي للفصل الثالث مثلا، وهذه الإرشادات أتمنى أن تلتزمون بها ولو هي رؤوس نقاط، لكنه لازم الطالب يعرف شلون يبدي بداية صحيحة بالمراجعة. مثلا الفصل الثالث احنا عندنا الدوائر التيار المتناوب 10 أنواع من المسائل بالنسبة للتطبيق، و9 بالنسبة للأحياء. هذه 10 من ضمنها عندنا 5 دوائر متوالية الربط، مقاومة ومنحث ومتسعة، مرة الخواص حثية ومرة الخواص سعوية، ومرة الدائرة في حالة رنين. عندنا دائرة تيار متناوب الحمل بها مقاومة ومنحث، دائرة تيار متناوب الحمل بها مقاومة ومتسعة. مثل ما تعرفون هذه المسائل تختلف من سؤال إلى آخر حسب نوع الربط وحسب الحمل، وكذلك نفس ذني لكن ب4 مخططات: مقاومة منحث ومتسعة بمخططين، مرة تيار عبر السعة أكبر من تيار عبر المنحث، وكذلك بالعكس، يعني خواص حثية وخواص سعوية. ومرة أخرى إذا قال لي دائرة مقاومة منحث أو مقاومة متسعة، فهذه مثل ما تعرفون مخططاتها وقوانينها تختلف من نوع إلى آخر. عندنا دائرة الاهتزاز الكهرومغناطيسي للفرع التطبيقي، دائرة الاهتزاز الكهرومغناطيسي اللي هي دائرة منحث ومتسعة. إذا لازم أنا أحدد السؤال هل هو مقاومة ومنحث ومتسعة، توالي أم توازي أم رنين، وهكذا بالنسبة للأمثلة والمسائل كلها اللي داخلة عندكم بالامتحان الوزاري. ولا أنسى أن أوجهكم أعزائي الالتزام وضبط الأسئلة الوزارية للسنوات السابقة، لأنه الأسئلة الوزارية هي أسئلة نموذجية. أولا راح تفيدك بامتحان نصف السنة، وراح تشيل عبء كبير من عندك بالمراجعة أو التهيئ لامتحان نصف السنة، لأنه تحوي على كم هائل من الأسئلة تشمل تقريبا، يعني ما أقول لك 100% لكن 80% من المنهج. فنصيحتي أحبائي وأعزائي
وإخواني أن يكون دراستكم بتركيز حتى نحصل على درجات عالية. وأعيد الترتيب أولا بالنسبة للدراسة أو ضبط مادة الفيزياء. أولا نضبط الأسئلة الكلامية اللي في نهاية كل فصل، ثم الأمثلة والمسائل، الأمثلة المحلولة والمسائل في نهاية كل فصل، ومن ثم الأسئلة الوزارية لسنوات سابقة. بعد ذلك يبقى عندنا نرجع للنشاطات أو بين قوسين التجارب، وبعض المنحنيات مثلا موجودة العلاقة بين العلاقة والمنحنيات الموجودة في بعض النشاطات بالنسبة للشحن والتفريغ المتسعة، مخططة للشحن والتفريغ المتسعة، وهكذا. شوفون هذه النماذج راح تشوفوها تتكرر بالامتحان الوزاري، وهذه الأسئلة تعتبر من الأسئلة المهمة. فدعائي وأخيرا وآخرا دعائي لكم بالموفقية والنجاح. أتمنى أن تكونون استفادتم من هذه النصائح، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يسهل عليكم هذه الامتحانات وأسمع أخباركم الطيبة. والسلام عليكم ورحمة الله.